السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة هدى سويت. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. أول حاجة كده وقبل ما نعمل أي حاجة، انزلي يا حبيبة قلبي صلي على النبي في الكومنتات وحطي لي اللايك، عشان انت بتتفرجي على الفيديو وبتنسي تحطي اللايك. النهارده عندنا شغل كتير، ربنا يعيننا ويعينكم يا رب. أول حاجة معانا كده هنعمل دستة جاتوه، نص فانيليا ونص شوكولاتة. هو الصاج عشان خاطر مش ألموني، عشان كده بيتشعوط بس من تحت، بس عادي خالص. بنشيل الحته الغامقه دي ونشتغل عادي خالص، مفيش اي مشكله. حطينا ايه في الصاج؟ المقادير اللي احنا حطيناها: 4 بيضات، 3 كوبايات دقيق، كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، معلقتين كبار محسن جل، رشه ملح وفانيليا، ومعلقه صغيره، معلقه ونص بيكنج باودر. وبعد كده بتضربيهم في العجان لحد ما يديكي قوام زي قوام الكريم شانتيه. وبعد كده بتقسمي المقدار بتاعك، تعملي نص فانيليا ونص شوكولاته. زي ما قلت لكم قبل كده كتير، احنا بنتني الورقه اللي احنا بنحطها في الصاج نتنيها بالنص، عشان خاطر نعرف نتحكم في كميه الاسبونج اللي احنا هنحطها. زي ما انتم شايفين كده بالظبط، عملت نص فانيليا ونص شوكولاته، سهله خالص ما فيهاش اي مشكله. وبعد كده دستة الجاتوه بتاخد كوباية كريمة، لكن في الصيف يا حبايب قلبي طبعا الكمية بتختلف، يعني ممكن تاخد مثلا كوباية وربع، لان كوباية الكريمة في الصيف احنا بنحط عليها كوباية مية. كوباية مية لازم تكون متلجة. انا بعمل الكريمة كلها بيضة عادي خالص مفيش اي مشكلة. وبعد كده في التزيين بتاع الجاتوه بحط على الشوكولاتة، بحط جناش شوكولاتة او شوكولاتة، والفانيليا بحط، يعني بتبقى بعمل الكريمه بيضه. وبعد كده التزيين بتعملي اللي انت عايزاه. افردي الكريمه بتاعتك كويس اللي انت بتحطيها، وبعد كده بتجيبي الطبقه التانية. انا ببقى حطاها على اللي هي البلانشيتا، اللي هي الفايبر دي ولا الفيبر دي ولا مش عارفه اسمها ايه. ناس كتير قوي سالتني عليها دي. انا يا حبيبه قلبي دي باقيه عندي من بواقي مطبخ ألمونتان، وعادي خالص ممكن تجيبيها من عند بتاع المطابخ الألمونتان، بس بتخليه يعملها لك 30 في 40. بحط عليها كده الجاتوه زي ما انتم شايفين، وبنزله بالراحه. احسن كتير طبعا من ان اشيله بايدي، لانه بيبقى طري جدا وهش جدا. وابتدي احط الكريمه، بقيه الكريمه من فوق. زي ما قلت لكم دسته الجاتوه بتاخد معايا كوبايه كريمه، في الصيف ممكن تزيد شويه. اهم حاجه اعملي حاجتك من بالليل، الاسبونشات بتاعتك من بالليل، عشان ما تشغليش الفرن بتاعك بالنهار الصبح وما تعرفيش تشتغلي في الكريمه في التزيين. فانا بعمل شغلي من بالليل، واصحى الصبح اعمل التزيين بتاعي، اجلس الشغل واحطه في التلاجة، وبعدين اشوف اللي ورايا، وبعدين التزيين اخر حاجه. يعني ما بتاخدش وقت ان شاء الله باذن الله. ربنا يعيننا ويعينكم يا رب. ظبطي الحواف بتاع الجاتوه بتاعتك تكون كلها زي بعض. تلفي كده الجاتوه قدامك عشان تعرفي يبقى كله نفس الحجم يعني ونفس المقاس، عشان لما تقطعي قطع الجاتوه وترصيها كده في العلبة بتاعتك يبقى كلها نفس المقاس ونفس الحجم. بسم الله ما شاء الله. الصاج ده بيطلع معايا قطع حلوة حجمها كبير. جربي كده يا حبيبة قلبي. والمقدار اللي انا بعمله ده كويس. ولو ما عندكيش صاج بتعملي عادي دستة الجاتوه في اكبر صينية مستطيلة. طبعا هنا بعد ما عملنا الجاتوه وحطيناه في الفريزر حوالي ساعتين، طلعناه وهنبتدي كده نقسمه بقيس بالمزورة او بمسطرة او باي حاجة. حطيت في نص الفانيليا، حطيت جلو مانجا، وبعد كده رشيت عليه كده جناش شوكولاتة. شكله كان حلو، يعني مش هشبعه، انا هعمله كده وخلاص شكل جديد، بس بصراحة كان شكله حلو قوي. والنص التاني اللي هو بتاع الشوكولاتة هنحطه في ربع صوص شوكولاتة الجناش يعني. وفي الربع التاني هحط الكندر، صوص الكندر حلو قوي قوي، طعمه حلو. وطبعا بتعمليه بالزيت، صوص الكندر والنوتيلا البيضة والنوتيلا البني بتعمليهم بالزيت، بتسيحيه بالزيت. وحطيت عليها كده
نوتيلا بني وشبحتها، كان شكله حلو قوي الجاتوه، وهنشوف شكله كمان في الاخر بعد ما خلصناه حطيناه في الكرتونه. ودي كده كانت تاني حاجه معانا، تورته اللي هي الترند الطالعه، تورته الفيونكات. هي بقالها كتير ولسه مستمره لحد دلوقتي، ناس كتير بتطلبها وبعملها كتير من غير ما اصورها. التورته دي مقاس 16 ببيضتين و200 جرام دقيق سبونج، وحوالي اقل من ربع كوبايه ميه. تضربيهم في العجان لحد ما يديكي قوام زي قوام الكريم شانتيه. التورته دي كانت مطلوبه مني تبقى فانيليا، عشان كده عملتها فانيليا، ما حطيتش عليها كاكاو. القاعده بتاعتنا دي مقاس 22 او 24 تقريبا، 24. يعني المفروض ان القاعده تكون اكبر من التورته بتاعتك شويه، بس هي هنا كانت كبيره قوي، بس ما كانش عندي قواعد اصغر من كده. اللي كان عندي اصغر حاجه اللي هي 24 دي. المفروض ان التورته مقاس 16 تتحط يعني على قاعده مقاس 20 مثلا عشان تبقى حلوه، بس عادي مفيش مشكله، مش الحال. طبعا التورته دي هتبقى بيضه من بره وعليها قلوب، فعشان كده انا هحط لها صوصات من جوه. اول طبقه حطيت فيها جيلو فراوله وجيلو مانجا، وتاني طبقه هحط فيها تقريبا نوتيلا وكندر تقريبا، يعني انا مش فاكره دلوقتي، هنشوف. نوتيلا بني، نوتيلا سما، منتجات سما حلوه قوي. يعني انا جربت اللي هي ميكس نوتيلا دي، ما عجبتنيش خالص، وجربت برضو مش عارفه ايه تانية، كانت احلى حاجه بالنسبه لي اللي هي سما. يبقى تاني طبقه حطيت فيها نوتيلا وحطيت فيها صوص الكندر، وابتدي اجلس التورته بتاعتي. التورته الصغيره دي ما بتاخدش وقت خالص، يعني 10 دقايق بالظبط تبقى خلصانه. بس لازم طبعا تحط التورته في التلاجة ساعتين 3 4 قبل ما تسلميها يعني. طبعا تجليس التورته الصغيره دي سهل، انت بحط الكريمه فوق وبنزل كده بالسباتولا بتاعتي، ولقيت حته محتاجه كريمه بحط لها. وبعد كده هعملها بالسكرابر، بس مش المشرشر العادي ده، عشان خاطر انا هعمل عليها قلوب من بره. التورته دي بتطلب مني كتير قوي. بجيب كده الاسباتولا بتاعتي وبدخل من بره لجوه، وبعد كده اظبط وسط التورته بتاعتي، عشان مش هحط عليها اي صوصات ومحتاجه ان انا اكتب عليها، فلازم تكون مظبوطه. واحطها في التلاجة شويه، وبعد كده اطلعها اشتغل عليها. امسحي القاعده بتاعتك يا حبيبتي قبل ما تحطيها في التلاجة، عشان لو حطيتيها في التلاجة وحاولتي تمسحيها بعد ما تطلعيها يعني هتغلبك، هتبقى لازقه وهتغلبك عبال ما تطلع. هنا بعد ما حطيتها في التلاجة شويه، طبعا انا بجلس شغلي واحطه في التلاجة وبعد كده اشوف ورايا ايه. حطيتها في التلاجة شويه وطلعتها. عملت جهزت الفيونكات بتاعتي اللي انتوا شايفينها هناك دي، الفيونكات اللي هحطها جهزتها طبعا قبل ما اطلع التورته، عشان ما اطلعش التورته واقعد اعمل الفيونكات وجو حر جدا والكريمه تسيح والتورته تسيح. فانت لو هتعملي اي حاجه على التورته بتاعتك بتجهزيها قبل ما تحطيها في قبل ما تطلعيها من التلاجة. طلبت مني ان انا اكتب لاف يو واسم جوزها، ربنا يخليهم لبعض. الكريمه دي خدت معلقه كريمه واحده بس، ما تاخديش كتير، وحطيت عليها نقطتين لون احمر، بس احسن لون ماجيك، استعملي ماجيك، انا بستعمل ماجيك حلو قوي وما بيمررش كمان زي الالوان التانية. ومن نفس الكريمه الحمراء دي هنعمل القلوب، سهله خالص. نفس التب اللي احنا كتبنا بيه هنعمل بيه القلوب. بتعملي خط مايل كده صغير وقصاده خط تاني بيديك القلب، سهل ما فيهوش اي مشكله. جربي كده اعملي التورته دي وعرضيها على الجروب. انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. هبتدي كده اعمل روزتات حوالين التورته من فوق، واحزم التورته من تحت، واعمل كده برضو روزتات من الجنب جنب الروزتات اللي فوق دي، بتدي شكل حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. انا شغاله بالراحه اهو عشان تشوفوا شكلها بيبقى حلو قوي. وبعد كده احزم التورته بتاعتي من تحت. التورته شكلها بيتغير، شايفين شكلها. هبتدي هنا احط الفيونكات بتاعتي، احط الفراشات اللي انا قصاها، كام فراشه كده، فراشه صغننه،
طبعا الافضل يكون لونها احمر زي ما احنا حاطين كده عشان يمشي على لون الكريمه الحمراء والفيونكات. طبعا يا جماعه التورته دي شكلها حلو قوي، شكلها شيك. وكده تبقى التورته بتاعتنا خلصت. لقيت الحته دي فاضيه، قلت اعمل فيها قلبين كده ولا حاجه عشان التورته كلها تمشي مع بعضيها. كده خلصنا التورته. قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. وهنعمل هنا اخر تورته معانا اللي هي مقاس 22. ولو وصلت لحد هنا يا حبيبه قلبي ونسيتي تحطي اللايك زي ما دايما بتنسي، انزلي يا حبيبه قلبي حطي اللايك. ولو ما صليتيش على النبي عليه افضل الصلاه والسلام صلي على النبي يا حبيبه قلبي. وحبايب قلبي اللي شرفوني ونوروني ربنا يخليكم ليا ولا يحرمنيش منكم ابدا يا رب، والقناه تكبر بيكم وليكم كده باذن الله. وادعوا لي كده دعوه حلوه كده من قلوبكم واكتبوا لي كومنتات حلوه، ربنا ما يحرمنيش منكم يا حبايب قلبي. طبعا التورته دي عشان هنحط عليها صوصات من بره فما حطيناش صوصات من جوه، لكن لو صاحبه الاوردر عايزانا نحشي صوصات بتقول فبنحشي صوصات عادي، بس طبعا هنا بتزودي السعر شويه لو انت حشيتي صوصات يعني. كده كده احنا هنحط صوصات من بره. التورته دي مقاس 22، عملناها في صينيه مقاس 22 ب 350 جرام دقيق اسبونج واربع بيضات وتلت كوبايه ميه ومعلقه صغيره محسن جل وضربناه في العجان لحد ما ادانا قوام زي قوام الكريم شانتيه. وبرده بتحطي نص الكميه، وبعد كده بتحطي على الباقي معلقه كاكاو، بس لازم تنخليها عشان الكاكاو بيكتل، وتكملي بقيه الكميه في الصينيه بتاعتك. عايزاها شوكولاته خالص بتحطي على الكميه كلها معلقتين كاكاو، عايزاها فانيليا خالص حسب طبعا طلب الزبون. عملنا التورته بتاعتنا بالسكرابر المشرشر، وبعد كده هنسويها من فوق برضو بالسباتولا بتاعتنا، ونجيب كده من بره لجوه واحده واحده. ولو الكريمه مدوخاكي سخني السباتولا بتاعتك وامشي على التورته هتتساوي معاكي وهتبقى زي الفل. بعد ما عملناها بتعمليها مره واتنين وتلاته لحد ما تحسي ان هي مظبوطه قدام منك وانتي تبقي راضيه عن الشغل اللي قدامك. همسح القاعده بتاعتي بعد ما اخلص. هنا انا سخنت الاسباتولا بتاعتي وعدت عليها تاني. امسح القاعده واحطها في التلاجة شويه. وبعد كده انا خلصت الاول الكريمه بتاعت الحاجات كلها وحطيتها في التلاجة، وبعد كده بقيت اطلع زين. بس انا هنا جبت لكم كل حاجه لوحديها بالتزيين بتاعها، يا رب تكونوا فاهمين قصدي. يعني انا عملت كله، جلست التورتتين وعملت الجاتو وحطيته في التلاجة، وبعد كده طلعت حاجه زينتها. انما لما جيت انزل الفيديو نزلت كل حاجه على بعضها عشان خاطر يعني يبقى احسن بالنسبه لكم عشان ما تتلخبطوش او ما تتوهوش. انا كنت عامله التورته زي دي ومنزلاها على الجروب، وطبعا هي اللي اختارت قالت انا عايزه الشكل ده بس بتغير الاسم. مربى الحليب بتدي شكل حلو قوي للتورت. بعمل من فوق كده بقسم التورته بتاعتي، نص هيبقى اللي هو جناش الشوكولاته، والنص التاني هعمله كده هقسمه على 3. هحط جيلو فراوله وجيلو مانجا وصوص الكندر، وبعدين هحزم التورته بتاعتي من تحت بالكريمه عادي مش بالمربى الحليب. صوص الشوكولاته هنا هنكتب عليه. حبايب قلبي اللي بيسالوني على اللي هو الجناش، 100 جرام شوكولاته خام، عليها 50 جرام ميه، عليها حوالي معلقتين 3 زيت، ويا اما تحطيهم في الميكروويف يا اما تعمليهم على حمام ماء او توطي البوتاجاز خالص وتعمليها على عين واطيه خالص على البوتاجاز وتقفي جنبيها. ولو حسيتي انها متكتله معاكي بتصفيها عادي بالمصفى اللي هي بتاع الشاي. كده خلاص هنبتدي نكتب الاسم هابي بيرث داي.
والاسم تحتيها احمد تقريبا، انا مش فاكره، بس هو هابي بيرث داي احمد. ده طبعا بيبقى حسب طلب صاحبة الاوردر. في ناس بتحبني اكتب بالعربي، في ناس بتحب اكتب بالانجليزي، يعني حسب ما هما بيبقوا عايزين. وطبعا انتي لو مش بتعرفي يعني خطك مش حلو، بتجيبي اللي هو المولد السيليكون اللي عندك وتعملي فيه شوكولاتة بيضة وتكتبي بيه عادي، وبيبقى كمان شكله شيك قوي. بس انا بصراحة بستسهل الكتابة بالايد يعني، وبرضه هي شكلها حلو مش وحش. بتبتدي بقى تحطي الشوكولاتات، تحطي اللي انتي عايزاه على التورته بتاعتك. وكده خلاص التورته بتاعتنا خلصت، هنبتدي بس نحزمها من تحت. وكده خلاص اوردراتنا خلصت وشغلنا خلص. طبعا كل اوردر كان لوحده والسلم لوحده، عشان كده انا معرفتش اصورهم مع بعض. ودلوقتي هنشوف الجاتو اللي احنا عملناه من الصبح بعد ما حطيته في الكرتونه. قولوا رايكم في الكومنتات يا حبايب قلبي، اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.